خلوني أكون صريح معاكم، جيرلان بالفترة الأخيرة حسيتها طلعت عن الطريق، بدت تغلي أسعار عطورها. يعني هذا عندك قريب 20,000 دولار، 16,000 باوند، وعندك هذا سعره 22,000 باوند، قريب 30,000 دولار. أوكي، ماكو أي مشكلة، لكن يبيعون بأسعار غالية. حتى العطور مو الحصرية، العطور العادية مثلا هاي تحت 500 600 700. يعني بدوا يعني يصعدون. صح هو برافت كولكشن عطور حصرية، بس يغلون. يعني عندهم عطور 30 مل، هذني الصغار تشوفون سعرهم ب70 700 دولار. يصير 30 مل ب700 دولار تشتري. فما أعرف بالفترة الأخيرة جيرلان بدأ بس يهمها الفلوس، وتروح تجرب عطورهم. يعني ما بيهم أداء قوي مثل باقي الشركات. في عندهم أداء قوي، في عندهم لا، في عندهم أفكار وفي عندهم لا. بس يعني بصورة عامة نقول يعني الأسعار دي يسووها غالية، يعني دي يستهدفون بس طبقة يعني محدودة. وبالنسبة للعطور الحصرية دي يبيعوها بس بهاروتس، يعني ما تلقاها بغير مكان.